الاسوره اللي قالوا ان هي اختفت من المتحف المصري واللي كنا خايفين لا تتهرب بره مصر، ما اتهربتش خالص ولا خرجت بره البلد، هي اتسيحت جوه البلد واتباعت ب 180 الف جنيه. ايه الحكايه؟ تعال اقول لك. وزارة الداخلية نزلت بيان على صفحتها قالت فيه إن وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم جوه المتحف قدموا بلاغ يوم 13 سبتمبر 2025، وده لما اكتشفوا إن أسورة ذهب بترجع للعصر المتأخر اختفت منين يا سيدي؟ قال لك كانت محطوطة في خزنة حديد جوه معمل الترميم داخل المتحف المصري. بعد بقى البحث والتحريات اكتشفوا إن اللي ارتكبت الواقعة دي أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وعملت عملتها دي يوم 9 سبتمبر 2025. وقالوا كمان في البيان إن هي سرقت سرقتها دي بطريقة المغافلة، يعني من الآخر غفلتهم، ولما ما عرفتش تتصرف فيها عملت ايه بقى؟ قامت رايحه لواحد تاجر من معارفها وهو صاحب محل فضيات في السيده زينب، راح خدها وقام بيعها لصاحب ورشه ذهب في الصاغه بمقابل 180 الف جنيه. راح صاحب محل الذهب باعها العامل بمسبك ذهب وده بمقابل 194 الف جنيه. وفي الاخر الاسوره اتسيحت ضمن مصوغات تانية علشان يتم اعاده تشكيلها. لك ان تتخيل ان اسوره زي دي لا تقدر بثمن تتباع ب 180 الف جنيه. لو هنقول حتى ان هي اتباعت كجرامات ذهب، فشوف سعر الذهب النهارده بكام؟ يعني المفروض كانت هتبقى معديه 3 مليون جنيه، رسيت على 180 الف، لا وكمان اتسيحت. السؤال هنا بقى، الموظفه دي وغيرها مش بيتفتشوا ليه بعد ما بيخلصوا ساعات عملهم؟ وفين كاميرات المراقبه لمكان مهم زي ده في تاريخ مصر؟ والسؤال الاهم بقى، واحده زي دي عارفه قيمه اللي سرقاه كويس، هتعمل عملتها السودا دي من غير ما تكون عارفه هتتصرف في الاسوره ازاي؟ وهل التجار اللي باعوا واشتروا ما يعرفوش تاريخ قطعه الذهب اللي في ايديهم؟ ومن الواضح قوي انها مسروقه، يعني ما جاش في بالهم خالص ان هم يمسحوا فيديوهات الواقعه، خصوصا ان من الواضح ان هم مش متوترين خالص ولا كانهم وارثين الاسوره من الحاجه الله يرحمها. ولا يكونش اللي حرض الموظفه دي هو اللي رسم الرسمه دي كلها، ولو اتضغط عليهم اكتر ممكن تطلع الاسوره، لعل وعسى الاسوره ما تكونش اتسيحت واللي في الكاميرا دي تطلع نسخه مثلا. واخيرا، مين المسؤول عن الاهمال ده؟ انت رايك ايه؟